10 نصايح هيفرقوا في غسيلك. الجزء الأول، أول نصيحة هو إنك أول ما تصحي من النوم حطي ملوى غسيل حتى ولو كانت صغيرة، هتخلي البيت عندك دايما نظيف وهدومك كلها دايما نظيفة. تاني نصيحة هو بالنسبة لي المسحوق الجل أفضل بكتير من المسحوق البودر. أولا مش بيسيب أي تكتلات أو ترسبات في درج المسحوق، بينضف كويس. ثالثا بقى بيخلي ريحة الهدوم حلوة جدا حتى لو ما استخدمتيش دوني. تالت نصيحة، حاولي دايما هدومك تكون متنشرة على المقلوب مش على الوش، وخصوصا في الصيف علشان الألوان ما تبهتش وتجرب كده معاكي وما تخليش الهدوم تقعد كتير في الشمس. رابع نصيحة دي بتفرق جدا في تعطير الملابس، بجيب شوية كده من الدوني اللي أنا بستخدمه أو معطر الملابس اللي أنا بستخدمه، وبزود العبوة مية وبحطها في درج المكوى البخار يعني، وبكوي بيها الهدوم. حرفيا بتخلي ريحة الهدوم حلوة جدا أطول فترة ممكن. البارت الأول خلص، استنوا الجزء التاني وما تنسوش لو عجبكم الفيديو انكم تشتركوا في القناة وكمان تضغطوا لايك.